لو انت في انترفيو تكنيكال وفاكر ان انت هتوريني تصميماتك الجامده فانا بقى هتثبت واسقف لك، تبقى مرفوض يا معلم. عشان مش جاي اشوف ديزايناتك، انا جاي اشوف دماغك بتفكر ازاي، لان الكنز دايما في الرحله، ورحله وصولك للتصميم اهم من عرضك للنتيجه النهائيه. يا مساء الفل، انا مصطفى عفيفي، حلقه جديده في صميم التصميم. لو انا اللي هعمل لك الانترفيو هبقى متوقع اشوف كيس ستادي المشروع انت اشتغلت عليه. الملخص ده يكون فيه اهداف المشروع، مين الجمهور المستهدف، ايه النتيجه النهائيه المتوقعه، وبس كده. تعال نخش على اللي بعده. انا هنا عايز اشوف البروسيس او الخطوات اللي عاده بتمشي عليها في المشروع كله، وطبيعي ان الخطوات دي ممكن تتغير على حسب طبيعه المشروع، واهم حاجه هنا انك تكون فاهم كل خطوه بتعملها ليه. بعد كده عايزك توريني مين اللي هيستخدم التصميم ده، يعني مثلا ابلكيشن لكباتن الجيم، رجاله على المعاش، وهكذا. ابقى متوقع ان انا اشوف منك بيرسونا، اللي هو بنجيب كل كباتن الجيم ونقسمهم انواع وفئات، الكباتن الشباب، الناس القديمه في الجيم، كباتن بنات، وهكذا. كل بيرسونا من دول بتمثل شريحه من الجمهور المستهدف، وده مهم جدا لكل الخطوات اللي بعد كده. بعد كده عايز اشوف انت ازاي وصلت للناس دي يا حلاوه، يعني رحت عملت معاهم انترفيو، عملت سيرفي، او اي طريقه تانية اتعرفت فيها عليهم وعرفت مشاكلهم واهدافهم. عايز اشوف كمان انت طلعت بايه من الحوار ده، يعني مثلا اكتشفت ان اكبر مشكله عند كباتن الجيم هي تظبيط المواعيد، يكون عندهم حاجه بتفكرهم ان عندهم تمرين في الميعاد الفلاني، وهكذا يعني. برضو جزء مهم قوي من التحضير اللي هتعمله وهتظهره هو تحليل السوق. ازاي شفت الناس اللي قبلك عملوا ايه، علشان غالبا المشكله دي قابلت ناس قبل كده وفكروا في حل ليها. فانت بقى وريني تحليل للمنافسين بتوعك، تقول لي بقى كل منافس ايه نقط قوته، ايه نقط ضعفه، وليله كبيره قوي سعادتك. فلو ما عملتش كده انت مش هتستفيد بكل خبرات اللي سبقوك. وهنا على فكره مش بتكلم على الشكل واليو اي، انا بتكلم على الفيتشرز. في النهايه كده عايزك تعرض لي كل الاسامي اللي انت بصيت عليهم وطلعت من كل واحد بايه، وده هيبين بقى ان مهارات التحليل والاستلهام والتعلم اللي عندك. هنا بقى يا باشا نبتدي نطلع حلول. في الخطوه دي اعرض كل الافكار اللي انت طلعت بيها في البرين ستورمنج، مش بس الافكار الحلوه اللي انت هتنفذها، وده هيظهر مهاره الكرييتيف ثينكينج بتاعتك. ولو عملت الخطوه دي مع تيم، ووريني كده مهارتك في اداره الميتنج واستخراج الافكار. طب انا هنفذ كل الافكار؟ لا. طب بناء عليه تختار الافكار؟ بص، اهم حاجه ان الافكار دي تكون بتخدم اهداف البيزنس وبتحل مشاكل المستخدمين. وفي اكتر من طريقه فلتره للافكار، اشهرهم الايس والرايس. ايه يا ريس الايس والرايس ده؟ هسيب لك لينك في المصادر عشان تتعرف اكتر على الطريقه دي. بعد الفلتره هيبقى عندك شويه حلول انت واثق فيها ومتنظمه ومترتبه. في مرحله التنفيذ عارفك هتتسرع وهيبقى عايز تخش على اليو اي، شايفك خلبوس. لا لسه مش دلوقتي. احلى حاجه بقى تطلع كل الافكار دي بالورقه والقلم في الاول، او ما يعرف بالواير فريمنج. ممكن تاخد عليها فيدباك من البيزنس، ويا سلام بقى لو تعرف تاخد راي يوزر، بس بصراحه بيبقى صعب قوي عشان مش كل الناس تفهم موضوع السكتشات ده. بعد بقى ما عرضت الافكار وخدت فيدباك عليها وعرفت ايه اللي هيتنفذ وايه اللي مش هيتنفذ، كده انت جاهز تخش على مرحله اليوزر فلو، وهو عباره عن شرح مفصل لكل خطوه اليوزر هيمشي فيها علشان يستفيد من الفيتشر، وده هيظهر مهاراتك في الامباثي والكريتيكال ثينك. والخطوه دي بقى اللي هتطلع لك الصفحات اللي انت هتشتغل عليها. طب كده بقى يا سعاده البيه ابدا في اليو اي. يا عم انت مستعجل على ايه؟ اصبر، هنضرب واحد غطس استلهام قبل اليو اي. والهدف بقى من الخطوه دي انك انت ازاي هتاخد الهويه بتاعت البيزنس وتطلع منها مود ودايركشن للديزاين. فهتخش كده تاخد لفه في مواقع زي بيهانس وموبن ومواقع تانية، تعمل كده مود بورد حلوه، وبعدين هنطلع على اليو اي. هنا بقى توريني الديزاين سيستم بتاعك، الوانك، فونتاتك، مساحاتك، الصور، ايقونات، كل الحاجات دي واللازم منه. وعايزك بقى توضح لي في الخطوه دي ازاي انت راعيت الاكسسبيليتي بتاعت الالوان وبتاعت المساحات، وهسيب لك لينك فيه كل القواعد دي. ياض ما تقلقش هظبطك. لغايه دلوقتي احنا عرفنا الاهداف، عرفنا المشاكل، وطلعنا حلول، وحولنا الحلول دي لسكتشات، ورسمنا الفلو بالتفصيل، وطلعنا الروح والمود بتاع التصميم، وبنينا الديزاين سيستم بتاعنا. ها سامعك هتقولها؟ ها وريني اليو اي. يا اخي شوف كنت هتضيع على نفسك كم تفاصيل ومجهود لو كنت دخلت ووريتني التصميم النهائي كده على طول. وهي دي العبره من الفيديو ده. في حاجه اضافيه بقى تبقى دي كده ايه الكريزه اللي على التورته من فوق. بعد ما خلصت التصميم يا ريت تدوق كده المستخدم عمايل ايدك، وصدقني رايه دايما هيفاجئك. لو رحت خدت راي اليوزر وبعد كده جيت صفحه كده في الاخر كده وقمت حطيت لي كده الديزاين قبل والديزاين بعد، ياه، ده بقى اللي هيبين انك انت بتشتغل يوزر سنتريك ديزاين بجد، مش كلامه خلاص.
كده انت برنس، بينت كل مهاراتك، جاوبت على اي سؤال كان ممكن يتسأل لك، وزودت فرص قبولك في الانترفيو التكنيكال بشكل كبير جدا. روح يا ابني، ربنا معاك ان شاء الله. بس يا ابن عمي، ده كان موضوع حلقتنا النهارده، فقول لي ايه رايك كده في الموضوع ده في الكومنتات، وقول لي كمان لو عايز نتكلم في اي توبيك تاني عن الديزاين او عن الانترفيو او عن اي حاجه تخص التصميم، وانا ان شاء الله هعمل لك فيديو بخصوص على الموضوع ده. وما تنساش تقول لي رايك في الفانوس والديكور الجديد. كل سنه وانتم طيبين، يلا سلام عليكم.